يعني بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها وبتاع، بنتي الكبيرة لا يمكن مهما عملت إن أنا أقسى عليها أو إن أنا يعني أموت نفسي ولا أزعلها يعني. ده حقيقي. تامر حسني لما اتسأل عن الحروف اللي في ايده وهل رجع لبسمة ولا لأ، رد وقال بمنتهى الهدوء: لأ مرجعناش، والحروف دي كانت حروف عيلتي، أقرب ناس لقلبي، بسمة بنتي الكبيرة وهي في دمي، وأنا موت نفسي ولا أزعلها. وده كلام من قلبي والله العظيم. ومهما الناس لعبوا في دماغها مستحيل يقسى عليها ولا يزعل منها، لأنها جزء منه وتربيته وهي في دمه. وقال كمان: دي أم ولادي، ربنا يخليها لهم وعاملة مجهود كبير قوي معاهم، ربنا يصلح حالها في كل خطوة بتعملها. شوف الراجل قال إيه؟ الراجل مش بس بيحترم علاقة انتهت، ده كمان بيصونها وبيقدر دور الأم وبيحمي مشاعر ولاده قدام الدنيا كلها. الموقف ده ما يطلعش غير من راجل ابن أصول، فاهم يعني إيه احترام، وفاهم يعني إيه نهايات أخلاق. برافو يا تامر على الرجولة دي وعلى الإحساس ده. مش لازم لما العلاقة تنتهي يبقى لازم الود يموت، ومش لازم الذكريات الحلوة تتشال من القلب كأنها ما كانتش. مش لازم كل واحد يشوه التاني عشان يبان إن هو الصح. اللي كان بينكم مش هزار، كان في أيام وعيش وملح وعشرة وذكريات، ما ينفعش كل ده يروح على الأرض. ولاد الأصول بس هما اللي يعرفوا يفرقوا باحترام، وبيعرفوا يحفظوا الصورة الحلوة. لو حصل وعلاقة انتهت بينك وبين حد، لازم يفضل ليه جواك احترام، ويفضل جواك نقطة حلوة ما تمسحهاش حتى لو هو وجعك. سلام. لا يمكن مهما عملت إن أنا أقسى عليها أو إن أنا يعني أموت نفسي ولا أزعلها يعني. ده حقيقي. يعني بسمة دي بنتي الكبيرة مهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها وبتاع، بنتي الكبيرة